يا بسمع شلون صينية مال مشاوي رهيبة. السلام عليكم اصدقائنا، اليوم راح اعلمكم شلون نسوي كباب مال البيت. كباب المطاعم يختلف، كباب البيت يختلف، فاليوم احنا على كباب البيت. كباب البيت راح نحتاج له؟ عندنا بصل وعندنا هنا معدنوس. زين عيني؟ شنو بعد؟ نجيب لحم مال خروف، شوفوا شلون مثروم، ثرم خشن. هو واللي طبعا هذا الفخذ مال خروف. رحنا القصاب قلنا له وخرنا العظم وفقط الفخذ ثرمه بهذا الشكل، طبعا ثرمه هو بالساطر. يعني ماكينه اذا خشنا عندكم سووها، واذا ما عندكم هم بالساطر موجود وسووها ثرموه راح يصير عندكم. مكونات جدا سهله وبسيطه طبعا. اللي عندي هنا تقريبا كيلو اللحم. نجيب البصلايه وحده مثرومه ناعمه كلش. طبعا احنا بالمطاعم لما نسوي الكباب ما نسوي ما نخلي لا بصل ولا معدنوس، عرفت شلون؟ حسب الشيف اللي يشتغل بالمطعم طبعا. بس شغل البيت دائما بالبيت موجود الكرفس وموجود البصل، فدائما نخليه احنا عفوا المعدنوس. هسه نجيب هنا الملح، حط لنا رشه خليه حزينه الكباب. وهسه عيني شنو؟ راح نضبط خلطه من هاي الزينه ونرجع لكم، خليكم هنا. زين، هسه عيني خلطه من هاي الزينه بحيث شنو؟ البصل يتوزع بكل مكان باللحم. زين يابا؟ طبعا النوارس هنا تجينا كل شويه. زين، لان دائما هنا عندهم اخت نور ام ريان ودائما تعطيهم اكل، فدائما يجون هسه قاموا يجون عوالهم نعطيهم اكل. احنا الصبح طينا مريقناهم يابا كافي، هم كباب نعطيهم، اذا بقى نعطيهم. وليش كل ما يجي خطاب دائما لازم نسوي كباب شوي، يعني الخطاب لا يبقى اكثر من 3 ايام لازم يكون كباب بالموضوع. قولوا لنا ليش؟ لين سهله لو لين طيبه لو هي تجمع الحبايب. اكتبوا لنا بالتعليقات ليش. زين هسه انتوا تسوون كباب، لو الخطار يسوي كباب، لو تجيبوه من القصب وتخلصون. قولوا لي وين المتعه اكثر شيء عندكم؟ تجيبوه وتخلصون لو انتوا تسووا بايديكم؟ بس هو اكثر شيء دائما الخطار لازم يشارك بالكباب. وانا حبيت اليوم اسوي كباب مال مريان. قالت لي نحط احنا بصل وهذا، قلت له يلا. طبعا هسه راح اعلمكم على شغلتين. افرضوا انتم جيتوا 3 شهور ولقيتوا فحم ما عندكم، شو تسوون؟ اول شغله تجيبون خاشويه. زين؟ شوفوا شلون طريقه؟ وتجيبوا هنا تحسبوها مثل الشيش تسووها. على طول خاشوقه بالضبط. شوف من سويتوا هيجي تجيبون صينيه الفرن وتسحبوها بيها. وين تودوها؟ بالفرن مال الطباخ تسووه اذا ما عندكم فحم. بس اذا عندكم فحم لا، الوضعيه تختلف. طبعا هذا انا منزل حلقه بقناتي، كتبوا كباب بالفرن من الشيف سامي العويدي راح تلقوه موجود بقناتي. اما اذا عندكم فرن عندكم فحم وكل شيء موجود متوفر. زين، نجيب هنا عين ازدقانه، شوفوا شلون ايديكم شويه بالمي، تجيبون الشيش. طبعا هذه الشاشه ستانلس ستيل هنا بحيث ما يزنجرن وكلش زينات. شو نسوي يعني باعوا؟ هيجي شوفوا. وبعد نسوي هيك هاي التشيش بقى، هاي القرصه هيك تصير من هنا، يعني نسويها وين؟ بهاي الحافه. شوفوا هيك باع شلون؟ بهذا الاصبع وهذا من هنا وتدفعون هيك. شوفوا شلون يصير عندكم نقشه تخبط. شوفوا شلون عين الشيش رهيب. طبعا شويه نعدله من هنا هيك، يعني تعرفون احنا بالسرعه، بس هي النقشه تطلع هنا بهاي. يعني اليوم حيطلع كباب خنفشاري. هاي على طول المنقله مالتهم، هيك طول المنقله. زين عيني؟ نخلي هنا نسوي الثاني. شوفوا اهم شيء هواي ناس تقول الشيش يوقع عندنا او مثلا ما يشيش وياهم. شوفوا هاي هذا اللحمايه لما اسويها واشيشها، هسه هاي اول مره شوفوا شلون فرشتها بهذا الشكل. ثاني مره هم فرشتها بهذا الشكل. طبعا انتم وياكم ما ضبطت، اول مره ثاني مره ما ضبطت، ايش راح يصير؟ اللحم راح يصير حار. لما يصير حار اللحم ايش راح يصير عندكم؟ مين ياخذ حرارته؟ ياخذ حرارته من هنا. يعني انا درجه حرارتي 38، هسه اظل اسوي هيك باعوا، راح اظل اسوي هيك واعيد وانتم هم ما ضبط، تنقعون ايديكم مره ثانيه وتسووا له هيك وما راح يضبط عندكم، اخر شيء يقوم يوقع هيك. هذا شو تسووا له؟ شلون تعالجوه؟ اهم شيء ما تطولوها بايديكم، هاي اهم شيء. هسه انا هاي بعد ما اقدر اسويها، انتظرها تبرد
يلا ارجع مره ثانيه اشيشه. فهواي ناس تقول التشيش من عندنا يوقع. هسه بقى اشوف شلون لازم راسا على السريع نجيب اللحمايه نسويها بهذا الشكل. ايديكم دائما تنقعوها. شوف شلون ومن جوا اضغطها على مود يفتح وياي. شوفوا شوف هاي طلعت هالقصه وكله تمام. هذا اشيله زايد لين صار عندي اطول من المنقله. شوفوا هسه يعني بس مرتين سويته هذا هو بعد، لان اذا اسويه اكثر راح يوقع. هذه شغله لما راح نخليه على المنقله راح اقول لكم شلون اخليه ما يوقع. طبعا عامل اساسي اول شغله اللي هو التشيش، لازم يكون تشيش ضروري. شوفوا هسه ايش قد ما اسويه هيجي شوفوا شلون ما يوقع. بلش هسه شوفوا شويه بلشت، بس مع العلم اني هزه رهيبه. انا دائما هيك نسويه تصير اموركم تمام. شوفوا هذا الثاني شلونه. يلا خلينا نكملهم كلهن ونرجع لكم بعد لما طريقه الشغل راح اعلمكم عليه على ود ما يوقع وياكم. انتظرونا. يابا هذا التشيش كملناه. شوف شلون عيني وبعد بي موجود. هذا التشيش المضبوط. بعد عندنا هذا. هسه شو تسوون؟ لما الشيش سحبتوه شويتوه كملتوه سحبتوه ما يصير راسا يشيشون بيه، لازم الشيش يبرد. اذا شايفين اهل الكباب يحطون دائما صفهم سطله مال مي، اول ما يسحب الشيش من عنده راسه وين يحطه بالمي على مود يبرد يلا يقدر يشيش بيه، لان اذا هو حار يشيش بيه اصلا يوقع ما يلزم الشيش عليه. فدائما لازم الشيش بارد يلا نشيش. هنا عندنا التكه. طبعا هاي التكه سوينا لها نضربها بالسكينه هيجي، عرفت شلون؟ حتى شنو تصير حلقوم وتموع موع. زين يابا هاي التكه. طبعا المفروض هنا لي بيناتين بس ماكو لي ظاهر هنا ما اعرف. المهم هذا كملنا اصدقائي. تعالوا هسه على الشوي. يابا هسه هنا شغلنا الفحم وبدش شغله بش صور يابا اسرع لكم عيني. زين اصدقائنا بالنسبه للفحم ترى يفرق بينه وبين الشيش، فهذا المستوى يعني هسه نشوف نشوي ونشوف شلونه هم ياثر بس حسب حسابكم. يلا وهسه عيني نقول بسم الله نبلش نشوي. شوفوا عيني هلا 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 هلا. طبعا قامت تمطر راح يصير كباب بالمطر اسمه. ويلي بلشت الريحه تطلع. شوفوا اول شغله هسه لاحه شويه نار هسه لزم عندنا بس نقلبه باو باو باو. شوفوا هذا معناته لزم هسه حتى شنو ما يوقع عندكم. زين يابا شوف شو الريحه طلع بيه. طبعا لحم تركيا ريحته كلش طيبه والاطيب بعد العراقي. المانيا شويه لحمها بس احنا نسويه والله يعني طعم العراقي اجيبه اني. شوف شلون هسه خلاص ننتظر شويه بعد شوي عادي راح يصير بيه والامور تمام. هاي بلشت تمطر شوي راح تزخ علينا وراح نتورط وراح يتنقع الكباب. بس باعوا شلونه عين شلونه. هذا الكباب المعدل يابا. عاشيتك عدي على اليوم شواي عدي مالتنا يابا ابو ريان الغالي. هلا هلا. طبعا هو الفحم لو يكون بعد انصب يكون افضل حتى شنو يستوي الصوره صحيحه على كيفه. بس اصدقائنا صار عندنا بس باعوا ويلي رهيب. باعوا ينقط هذا يابا. هيك نخليه هنا نسوي من هنا. بسم الله باعوا عدي لازم حار نذوقه على السريع عدي. بسم الله. خبط رهيب رهيب. نكمله لين قامت تمطر. يابا باعوا لو هذا الكباب لو ما يراد يابا يا ابوي. رهيب عاسس يدي يابا عاسس الشوايه يابا. يا ابو هاي هنا العذاب الثاني. ويلي بعد تكه يابا. عمي الشوي رهيب عدي بعد يشوي. بقى بسم الله. ويلي حلقومه هاي حلقوم عاشيتك على التكه وشلون ملحها رهيب يخبط مضبوطه.
يا بسمع شلون صينيه مال مشاوي رهيبه. وهسه اصدقائنا راح نجي هنا الامور كلها تمام، التكه، الكباب، المعلاق، الطماطه والبصل والخضروات والامور. طبعا هاي شنو هاي ريوق على فكره حسب حسابكم اليوم. نجيب هنا الخبزايه، هاي الخبزايه مدنغه كانت نسحب بها الكباب، شلون نصب بها طعم خرافي. نجيب هنا عيني مالتنا ونجيب شويه طماطه وشويه هنا البصل عيني. قول بسم الله. ما ويلي يابا عيني مكانكم خالي، ويجيكم خطار سووا هاي الكباب ويا معدنوس ويا بصل وخصوا من الطبخ واللهو. يلا تحياتي لكم، مع السلامه، باي باي.